السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي ممكن نعمل الانيميشن ده مع بعض على بلندر بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنشوف ونفهم كل حاجة عملناها ازاي وليه. فيلا بينا نبدأ على طول. بس قبل ما نبدأ، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا. مبدئيا كده السينما دي احنا كنا صممناها في فيديو قبل كده، والتوتوريال بتاعه موجود على الشانل، فلو حابب تشوفه هسيب لك اللينكات بتاعه الفيديوهات في الاي اللي فوق دي، وهسيبهم لك كمان في الديسكريبشن تحت الفيديو او في صندوق الوصف. مبدئيا كده اول حاجه هحتاج ان انا اعملها، انا عندي كده اي حاجه بضيفها بتبقى اوتوماتيكلي محطوطه في نفس الكولكشن لما ببدا البروجكت. فاللي انا عاوزه ان انا اعمله دلوقتي ان انا عاوزه انقل الكاميرا والاضاءات والبلين بتاعه الباك جراوند في كولكشن لوحدها علشان ما اجيش جنبهم خالص. فهبدا ان انا اختار كل الاضاءات بتاعتي والكاميرا كمان. تمام، انا كده اخترت كل حاجه. بعد كده هدوس ام من الكيبورد وهعمل نيو كولكشن. لو حابب ان انت تسميه سميه، لو مش حابب اعمل اوكي على طول. وبكده هتلاحظ ان كل دول اتحطوا عندك في كولكشن رقم 2 بالشكل ده، وبقى عندي الكولكشن الاولاني عباره عن الاتنين دول بس. طيب ليه الكولكشن الاولاني برغم ان فيه كل الكلام ده الا انه بس موجود عندي 2؟ لان انا في الفيديو اللي فات اللي انا كنت عامله فيه التصميم بتاع السينما اصلا عملت بارنت لكل حاجه مع الشكل ده علشان كل حاجه تبقى بتتحرك بس مع الحيطه بتاعه السينما. طيب علشان افك البارنت بتاعت كل الحاجات دي ويبقى اللايرز كلها موجوده عندي هعمل ايه؟ تمام كده انا عندي بلين تانية انا عايزه ان انا انقلها في الكولكشن ده. فكل اللي انا هعمله ان انا هسحب البلين دي وهرميها في كولكشن 2، وكده بقت عندي تبع كولكشن 2. دلوقتي انا بقى عندي كل الكلام ده مربوط مع بعضه في البلين دي، فافكه ازاي؟ فدلوقتي اللي انا هعمله ان انا هعمل هايد من العين دي من على جنب لكولكشن 2 اللي هو فيه كل حاجه انا مش عاوزاها، وهدوس A من الكيبورد عشان اعمل سيلكت اول، وبعدين هعمل Alt P علشان اعمل كلير بارنت. بس خلي بالك ان انت لو بس عملت كلير بارنت هتلاقي الحاجات اتغيرت من مكانها بالشكل ده، لان في حاجات مربوطه بحاجات تانية بالروتيشن بتاعها والكلام ده كله. فلو انت حابب تعمل كلير بارنت بس ما تبوظش حاجه من مكانها وتفضل كل حاجه مظبوطه زي ما هي، خلينا نعمل كنترول زد دلوقتي وخلينا نروح على الماتيريال بريفيو مود احسن، وهنعمل Alt P بس هنعمل كلير parent and keep transformation. فكده انت عملت clear parent بس كل حاجة بقت في مكانها وزي ما هي في نفس وضعها وكل حاجة تمام. طيب ايه اللي انا هحتاج اعمله بعد كده؟ انا حابة ان انا اقلل عدد الحاجات اللي انا هحركها علشان لما احركهم ما تعذبش قوي في الانيميشن اللي انا هعمله. انا هنا مثلا عندي الكرسي ده كل قطعه فيه باوبجكت لوحده بالشكل ده، فانا قدامي حل من الاثنين. انا عايزه كل كرسي يبقى لوحده لان انا كل كرسي هعمل له انيميشن منفصل عن الكرسي التاني علشان مش عايزاهم كلهم يتحركوا مره واحده مع بعض، عاوزاهم يتحركوا واحد واحد. فهعمل ده ازاي؟ عندي حل من الاثنين، يا اما اختار كل الاجزاء بتاعه الكرسي بالشكل ده واعمل كنترول جي، وكده انا عملت جوين. فلو تلاحظ بقى عندي نقطه واحده بس هنا بعد ما كان عندي نقط كتير، وكده لما بختار ده هو بقى عندي هنا اوبجكت واحد بقى كيوب 15 ده هو الكرسي كله. فلو انا مسكته عملت له سكيل مثلا كله هيكبر معايا بالشكل ده، جي مثلا عشان احركه بقى كله حاجه واحده. تمام، او خليني اعمل كنترول زد كده راجع زي ما هو. الحل التاني اللي انا ممكن اعمله ان انا ممكن اختار كل الاجزاء بتاعته دي واختار اخر اوبجكت اللي انا عاوزه ان انا اربط كل دول بيه، لازم يبقى هو الاخير، وده بيبقى اسمه الاكتيف اوبجكت. الاكتيف اوبجكت ده اللي هو اخر حاجه انت بتسلكتها، فانت ممكن تعمل كنترول بي وتعمل set parent to object، وبكده انت ربطت كل الاجزاء بتاعته بالجزء ده. فدلوقتي نفس الكلام لو عملت جي هتحركه كله، لو عملت سكيل كل الاجزاء هتتبع نفس التغييرات اللي انت بتعملها على ظهر الكرسي اللي هو الاكتيف اوبجكت اللي انت عملت له بارنت. يعني انت بتربط كل الاجزاء بجزء اساسي كده. بس لو كمان حابب ان انت تقلل عدد اللايرز اللي عندك فانت ممكن تعمل لهم جوين، بس لو عملت جوين مش هتعرف تفكه تاني. فلو شاكك ان انت ممكن تحتاج تعمل اي حركة تانية هتحتاج فيها الاجزاء تكون منفصلة عن بعضها، فخليها زي ما هي كده احسن، بس مجرد ان انت تعمل لهم بارنت. فانا هعمل لكل الكلام ده بارنت بسرعة وهرجع لك تاني. طيب جميل، انا كده ربطت كل كرسي بالظهر بتاعه. فانا دلوقتي لو حركت بس ظهر اي كرسي الكرسي كله هيتحرك معايا بالشكل ده. طيب جميل، ولو تلاحظ هتلاقي ان هو عامل لك خطوط كده منقطه من الاجزاء للجزء الرئيسي اللي انت عامل ليه
parent. الحاجة اللي بعد كده هعمل نفس الكلام في السماعات دي، وبكده انا قللت عدد الاوبجكتس اللي عندي على قد ما قدرت علشان ما تعذبش في الانيميشن اللي انا هعمله. الحاجه اللي بعد كده هفتح التايم لاين بتاعي بقى من هنا علشان نبدا نعمل الانيميشن. دايما اول حاجه انا بختار ان انا اعملها بتكون هي اني اعمل كي فريم في الاخر لمكان الحاجه اللي انا عاوزاهم ان هم يوصلوا لها في الاخر. يعني انت ما تروحش تحرك كل عنصر من مكانه وبعدين تحاول ان انت ترجعه مكانه بالظبط زي ما كان. لا، انت عندك السين متظبط اصلا او التصميم بتاعك متظبط اصلا على كده، فانت عارف ان ده كل حاجه موجوده مكانها في الموديل بتاعك. فانت الاسهل ان انت روح للاخر خالص للنقطه اللي انت عاوز ان كل حاجه تبقى في مكانها بالشكل ده، والاول روح دبسها كده او حط لها كي فريم او حط لها نقطه في المكان اللي انت عاوز ان هي توصل له ليه، ان هي في النقطه من الوقت اللي انت عاوز لما توصل ليها تكون كل حاجه في مكانها اللي هي موجوده عليه اصلا دلوقتي. تمام. فمثلا هفترض ان انا عاوزه كل حاجه تبقى في مكانها بالشكل ده عند الفريم رقم 30، فهاجي عند الفريم رقم 30 وانا عاوزه كل دول يبقوا في مكانهم كده. طيب هل انا هروح اختار اوبجكت من الحاجات دي وهعمل لها كي فريم؟ لا، ده هيكون تعذيب شويه. طيب ازاي اقدر ان انا اختار كل حاجه واعمل لها كي فريم مع بعض مره واحده؟ اعمل ده، فانا هروح ادوس A علشان اعمل سيلكت اول. كده انا اخترت كل حاجه عندي بالشكل ده في السين، وبعدين هروح اعمل كنترول ال هيفتح لي لينك اند ترانسفير داتا منيو دي، وهروح اعمل لينك انيميشن داتا. وبكده انا ربطت الانيميشن داتا بتاعت كل العناصر دي او الاوبجكتس اللي عندي ببعضها. وبعدين هدوس اي علشان اعمل كي فريم وهعمل لوكيشن روتيشن اند سكيل. وبكده انا اتاكدت ان انا عملت كي فريمز للثلاث حاجات دول علشان لو غيرت اي حاجه انا عايزاها بوصولي للكي فريم رقم 30 تكون كل حاجه بنفس الروتيشن ده وبنفس السكيل وبنفس اللوكيشن اللي هي فيه دلوقتي لو انا مثلا دوست بره كده واخترت، خلينا نعمل فيو only key frames from selected channels، يعني بس الحاجه اللي انا مختارها هي اللي هشوف الكي فريمز بتاعتها. فدلوقتي لو انا اخترت اي اوبجكت فيهم هلاقي ان هو عامل لي كي فريم بالشكل ده. فانا بالشكل ده انا عملت كي فريم ليهم كلهم، كل عنصر او كل اوبجكت في مكانه بالروتيشن بتاعه وباللوكيشن بتاعه وبالسكيل بتاعه، بس عملت لهم كلهم كي فريم على الحاجة اللي هم عليها مرة واحدة. طيب أنا دلوقتي ربطت الانيميشن بتاع كل الكلام ده كله، كل العناصر دي ببعضها، فلو جيت عملت كي فريمز لأي حاجة هلاقي كل الحاجات بيتطبق عليها نفس الكي فريم، وأنا مش عايزة كده. أنا كنت عاوزة ده بس في اللقطة اللي فاتت دي. فأنا دلوقتي عايزة أفك القصة دي، أفكهم إزاي تاني من بعض علشان كل حاجة يبقى ليها الانيميشن بتاعها لوحدها. فهروح ادوس A تاني علشان اعمل select all، وبعدين هاجي من هنا من قائمة object وهلاقي حاجة اسمها relations. هروح على relations دي وهعمل make single user وهعمل object animation. وبكده انا فصلتهم كلهم من بعض تاني، بس كل حاجة محافظة على الكي فريم الاساسية اللي انا حطيتها ليها من شوية بالشكل ده. طيب خلينا نعمل كنترول سيف علشان ما نضيعش اللي احنا عملناه. الحاجة اللي بعد كده اللي انا هعملها هتكون ان انا هبدأ اعمل لهم الانيميشن بتاعهم. فهبدأ اعمل ده ازاي؟ هبدأ اشوف انا كل عنصر عاوزاه يشتغل ازاي، عاوزة ايه الحركة اللي تتعمل له. مثلا انا عاوزة السينما دي تنزل من فوق، فهاجي هنا هختار السينما. انا دلوقتي عامله لها كي فريم عند الفريم 30 ان هي تبقى في المكان ده. هاجي هروح مثلا انا عاوزة ان هي تنزل اخر حاجة في مكانها، فهروح مثلا على كي فريم 25 وهعمل لها جي زد علشان احركها على الزد اكسس، وهرفعها لفوق خالص بحيث ان هي ما تبقاش باينه معايا بالشكل ده. فهرفعها هنا وهاجي هنا على التايم لاين وهعمل اي علشان اعمل كي فريم، وممكن اعمل only selected channels. ايه selected channels دي؟ لو انت رحت من هنا دوست ان ورحت على ايتم وفتحت ترانسفورم دي هتلاقي انه بس الزد من اللوكيشن هو اللي اتحرك. ليه؟ لان انا عملت حركه واحده بس اللي هي ان انا حركته على الزد اكسس، حركت اللوكيشن، غيرت اللوكيشن بتاعه بس على الزد اكسس، فدي الحاجه الوحيده اللي اتغيرت عندي. فده السلكتد شانل. فيا اما اعمل من هنا من على التايم لاين زي ما اتفقنا من شويه، او اجي من الزد من هنا وادوس واقفه بالماوس عليها كده ادوس اي فيعمل لي كي فريم ليهم بالشكل ده. او الحل التاني ان انا ادوس كليك يمين واعمل insert single key frame، وبكده انا عملت كي فريم بس لللوكيشن على الزد اكسس.
دلوقتي لو انا عملت كده هلاقي ان هي بتنزل في ال5 كي فريمز دول بالشكل ده. طيب لو انا حاسه كده ان الحركه سريعه بزياده، انا عاوزه الحركه تبقى ابطا من كده، همسك الكي فريم الاولى اللي هي كان فيها فوق وبس هطول المسافه ما بينهم، فممكن اسحبها شويه كده عند كي فريم رقم 20. كده الحركه هتبقى ابطا شويه بالشكل ده، وكده الحركه بقت افضل شويه بالنسبه لي. تمام. تاني عنصر انا عاوزه ان هو احركه هيكونوا السماعتين دول، فهختار بس الجزء الخارجي بتاع السماعتين دول زي ما احنا عملنا. انا دول ممكن اعمل لهم جوين، فممكن اختار الجزء ده وشفت واختار الجزء ده وكنترول جي، وبكده انا عملت لهم جوين. وهنا نفس الكلام، وكده انا عملت جوين عشان اريح دماغي من القصه دي. بعد كده ممكن شفت واختار السماعتين دول. انا عاوزه السينما دي تكون اخر حاجه هنا نزلت في مكانها، وقبلها بالظبط تكون السماعات دي اتحطت في مكانها. فانا هيجي على الكي فريم بتاعه السماعات دي وهحركها 2 كي فريمز بس كده، هنا 28. تمام. فهنا في الكي فريم رقم 28 هيكونوا دول رجعوا مكانهم، وقبلها برضو ب10 كي فريمز، فهاجي على كي فريم رقم 18 مثلا وهبدأ احركهم. فخلينا نعمل جي اكس واحرك الاتنين حاجة زي كده بره الشكل خالص، جي اكس بره مساحة الكاميرا تماما بالشكل ده. وهعمل هنا اي علشان اعمل insert location واتأكد ان انا عملت ده للتو objects، لان انا مش ربطاهم ببعض، فهحتاج ان انا اقف على كل object فيهم واعمل لها insert keyframe لوحدها. طيب انا مش عاوزة اي تو objects يتحركوا مع بعض خالص، فاللي انا هعمله ان انا بعد ما عملت insert location هنا، فعلشان ما يتحركوش مع بعض بنفس السرعة بالظبط، فهاجي بس على واحدة فيهم وهزقها 2 كي فريمز كده قبل التانية. فدلوقتي لو انا عملت play عشان اشوف الانيميشن هلاقي ان هما بيوصلوا بالشكل ده، بس انا حاسة ان الحركة بتاعتهم سريعة شوية، فهطول المسافة شوية بالشكل ده علشان يكونوا ابطأ من كده شوية. نرجعهم لورا عند 10 كي فريمز، وكده الحركة بقت اهدى. تمام. وممكن احرك الكي فريم دي كمان من مكانها بالشكل ده، خليها على 28 علشان مش عاوزاهم برضو يوصلوا في نفس الوقت. انا دلوقتي بعمل الانيميشن من ورا لقدام، يعني انا حطيت كل حاجة في مكانها وبعدين ببدأ اشوف انا عاوزة ايه اللي يوصل قبل التاني. فانا بعمل من ورا لقدام. انا اخر حاجة كنت عاوزاها توصل السينما، وبعدها كنت عاوزة دول يوصلوا في مكانهم، وبعد كده اللي هيوصل بعدهم الكراسي. طيب انا دلوقتي عاوزة احرك الكراسي كلها مع بعض بعيد عن السين وعاوزاهم يدخلوا واحد واحد. طيب هعمل ده على كرسي كرسي؟ لا، الموضوع هيبقى مرهق قوي، فهحتاج ان انا اعمل نفس الكلام اللي انا عملته في الاول. هختار كل الكراسي، بس طبعا هختار ظهرها بس، لان انا طبعا عملت بارنت ليهم كلهم للظهر. طيب علشان اشوف الانيميشن بتاع كل اوبجكت من دول لوحده، فانا هرفع بس التايم لاين بتاعي شويه كده من هنا، وهختار دوب شيت دي، وهاجي من channel وهعمل expand channels علشان ابقى شايفه الانيميشن بتاعتهم كلهم بالشكل ده. هاجي كده بعد ما اخترتهم كلهم، هاجي على كي فريم رقم 0 وهروح احركهم كلهم. انا برضو عاوزاهم يجوا من الجنب، يسلايدوا كده من الجنب لاماكنهم، فهاجي اعمل جي اكس واحركهم كلهم وابعدهم خالص بالشكل ده، وهاجي من هنا وهدوس اي وهعمل insert keyframe location. تمام. ودلوقتي كده انا عملت الانيميشن حاجه بالشكل ده. طيب هو دلوقتي انا عندي كلهم بيرجعوا لاماكنهم مع بعض بالشكل ده، بس انا عاوزه كل كرسي يرجع في مكانه لوحده. فهعمل ده ازاي؟ هاجي اختار تاني كل الكراسي بالشكل ده، او ممكن مثلا اختار صف صف. خليني اختار كل الكراسي بالشكل ده، وبعدين اللي انا هحتاج اعمله انا دلوقتي، وبعدين كل اللي انا هحتاج اعمله ان انا هحرك الانيميشن الاخير، الكي فريم الاخيره بتاعت كل كرسي. خليني بس اعمل سكرول كده بالماوس علشان اكبر التايم لاين ده فابقى شايفه كويس بالشكل ده. فابدا احرك الكي فريمز الاخيره علشان كل واحد يوصل في المكان ده بميعاد مختلف عن التاني. طيب انا بعرف منين انا مسلكت انهي حاجه في دول؟ انا لو جيت وقفت هنا مثلا وجيت حركت الكي فريمز دي، هلاقي في كرسي منهم بيتحرك معايا، فاعرف كده ان انا ده الكرسي اللي انا بتحكم فيه. طيب انا عاوزه انه الكرسي اللي في الاخر ده يوصل اول واحد، يعني انا عاوزاهم يدخلوا الكراسي اللي جوه الاول، فهبدا ان انا احركهم بشكل عشوائي، وكل ما بيبقى الشكل عشوائي بيبقى الانيميشن شكله افضل. وطبعا لو انا عايزه احرك كده من غير ما اسكرول بالسلايدر اللي على جنب ده، فانت بتدوس على زرار العجله بتاع الماوس وبتبدا تشد لتحت، فبتقدر ان انت تحركه بالشكل ده. فهنبدا نحرك
الكي فريمز دي بشكل عشوائي كده ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. تمام، خلينا كده بقى نعمل بلاي. لو انا حابة ان انا مثلا انظم الدنيا شوية، فالكراسي اللي جوه هي اللي تدخل الاول واللي بعدهم يبقوا بعدهم برضو، بس برضو لسه بشكل عشوائي. فانا هختار كده ال3 كراسي دول، وكده دي الكي فريمز اهي عندي بتاعت ال3 كراسي، فهخليهم في الاول خالص عشان هم اول حاجة توصل. فهاجي مثلا هختار دول وهخليها مثلا 26، وده ممكن اخليها 27، ودي ممكن 28. وطبعا تقدر بقى بنفس الطريقة، خلاص انت المبدأ معاك فتقدر تتحكم فيه زي ما انت عاوز. كده فهمنا خلاص الفكرة بتتعمل ازاي. الحاجة اللي بعد كده هيكونوا التو ستيجز دول، او السلم والستيج ده عايزاهم يدخلوا ورا بعض. هاجي عند كي فريم 10 مثلا وهتأكد ان ده يكون هنا، فهعمل اي واعمل لوكيشن، وقبلها مثلا عندي كي فريم 0 كده ممكن اعمل جي واي وارجعه بعيد واعمل اي وكي فريم لوكيشن، فيبقى عندي كده. وقبله بالظبط ب2 كي فريمز عند 8 هعمل نفس الكلام مع ده، هعمل اي insert key frame location، وعند 0 هعمل جي واي وهرجعه حاجة زي كده، وبرضو هعمل اي ولوكيشن، فيبقى عندي حاجة بالشكل ده. واخر حاجة خالص هحتاج ان انا اعمل لها انيميشن، هتكون هي الحيطان بقى بتاعة السينما دي. خلينا نعمل كنترول اس عشان مفيش حاجة تضيع مننا. فدي هعمل لها انيميشن مختلف شوية، دي عاوزاها ان هي تكبر لغاية لما توصل للشكل ده، فيعني هعمل لها سكيل. فهاجي من هنا انا عاوزة ان هي تكبر وبعدين تتمدد شوية، حجمها يزيد وبعدين ترجع توصل للحجم ده تاني. فهعمل ده ازاي؟ هاجي هنا قبلها مثلا عند كي فريم 26 وهعمل سكيل واكبرها حاجة بسيطة زي كده، وهعمل اي على الكي فريمز بتاعة السكيل، فمبدئيا بقى عندي حاجة زي كده. وهنا أنا كان عندي السكيل 1، فهاجي هنا عند 24 وهرجع السكيل بتاعهم ل1، وهعمل اي علشان اعمل insert key frame، فبقى عندي حاجة بالشكل ده. ممكن تبقى سريعة بزيادة، فخلينا نجيبها كده. كده بقى كأنه بيتنفس كده، بيكبر الأول وبعدين بيرجع يصغر تاني زي ما هو بالشكل ده. وقبلها بقى قبل ما يوصل هنا أصلا عايزة عند كي فريم 0 إن أنا أعمل له سكيل وأصغره خالص. ممكن أعمل دول 0 وأعمل آي، وكده أنا عملت insert key frame، فبقى عندي حاجة بالشكل ده. تمام كده عملنا الانيميشن على كل حاجة بالشكل ده لغاية لما وصلنا انه عند كي فريم رقم 30 وكل حاجة وصلت مكانها بالشكل ده. وبعدين بعد ما خلصت كل حاجة رحت عملت select all واخترت اخر حاجة الحيطة بتاعة السينما، وعملت كنترول بي علشان اعمل set parent to object. وبكده بقى عندي كلهم بيفولو نفس الحركة بتاعة الحيطة بتاعة السينما. وبعدين عملت كي فريمز للروتيشن، فبقى عندي الانيميشن كله حاجة بالشكل ده. وبس كده. يا رب يكون الفيديو عجبك ويا رب يكون كان مفيد ليك. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس، وأشوفكوا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. باي باي.